ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل طريقه مهلبيه بالجيلي، طريقه بسيطه خالص. بس لو اول مره تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. مكوناتنا بسيطه خالص. معانا لبن، ومعانا 4 معالق نشا، ومعانا علبه جيلي فراوله، علبه واحده بس، ومعانا نص كوبايه سكر. الولاد كلها بتحب الجيلي الفراولة. يبقى معانا لبن ونص كوباية سكر، ومعانا 4 معالق نشا. هقلب بقى ال4 معالق نشا كده بنص كوباية مية، واول ما يبقاش فيه اي تكتلات معايا هنزل باللبن. يعني هنزل على اللبن على طول. هقلب كده كويس. طريقة بسيطة بصراحة وبتبسط الولاد، وبلاش تكلفي نفسك حاجات من الشارع. العلبة دي طبعا مكلفة عند هو المحلات بتاعت الألبان. بيبقوا عاملين كاستر، عاملين كريم كراميل، عاملين مهلبية بقى بأشكال حاجات كتيرة جدا، مكلفة جدا. لا، وفري واعمليها في البيت وبسيتي الولاد. يبقى احنا كده خلاص قلبنا ال4 معالق نشا بنص كوباية المية، ونزلت على اللبن. وبعد كده هحط كيس فانيليا، وبعد كده هقف على البوتاجاز. هقلب كده بس كويس كده السكر معايا. وبعد كده بقى هقف على البوتاجاز كده. هقلب كده علشان ما يبقاش في اي تكتلات من النشا. واول بقى ما هتتقل معايا خلاص كده هطفي بقى كده على النار، وبعد كده هصب في الكاسات بتاعتي. طريقة بسيطة وبصراحة مش مكلفة خالص. علبة جيلي واحدة بس. ممكن تعمليه بنص كيلو لبن. انا كنت عاملة بصراحة كمية اللبن بتاعتي كان كيلو الا ربع بالظبط عندي. كده خلاص هصب بقى في الكاسات بتاعتي، مملهاش بس على الاخر عشان لسه هنحط جيلي. وبعد كده هحطها في التلاجة. هتاخد معايا وقت بتاع يعني نص ساعة كده، اول ما المهلبية بتاعتي تجمد وتتماسك. بعد كده هطلعها من التلاجة ونعمل المرحلة التانية اللي هو الجيلي. حطيها في الفريزر علشان تنجز معاكي يعني بسرعة. بعد كده هنعمل الطريقة التانية الجيلي. هحط كيس جيلي فراولة، وبعد كده هنزل بمية تكون بتغلي زي كوباية مية كده. وبعد كده هقلبها كويس كده خالص المية اللي بتغلي مع كيس الفراولة الجيلي. وبعد كده بقى هنزل بمية باردة خالص من الحنفية، مية عادية. هقلب الاول المية المغلية كده بكيس الجيلي الفراولة. بس كده خلاص. وبعد كده هنزل بقى بمية باردة كده من الحنفية او مية باردة عادي من التلاجة. وبعد كده هقلبهم كويس وهنزل على طول على المهلبية. هتقعد بقى في الفريزر كده زي ساعة او ساعتين حسب بقى ما تاخد الوقت يعني تتماسك معانا. بصراحة طريقة عجبت الولاد وبسطت الولاد خالص. كده خلاص احنا صبينا الجيلي كله اهوت. وهبتدي بقى احطهم في التلاجة او في الفريزر. في الفريزر هتنجز معاكي، يعني مش هتاخد وقت غير ساعة او ساعة ونص. وبعد كده خلاص انا طلعتهم من التلاجة اهي. بصي تتماسكت معايا وبقت شكلها تحفة، والولاد بصراحة اتبسطوا جدا بصراحة. يعني اليوم ده قعدوا بقى يقولوا لي ماما احنا فعلا صح مش هنجيب حاجة تاني من الشارع. هي عجبتهم خالص. وبالنسبة للولاد اللي ما بتحبش اساسا الجيلي، يعني في ناس ما بتحبش الجيلي خالص، يعني ما اعرفش بيبقوا انفين ولا ايه بالظبط مش عارفة. ممكن انتي تقطعي لهم فاكهة على المهلبية برضو، دي حاجة مفيدة خالص. بصوا شكلها تحفة ازاي.
يلا قومي بقى تشجعي وابسطي ولادك، وما تنسوش تخشوا تعملوا لي اشتراك عشان ببسط جدا، تعملوا لي لايك عشان قناتي تكبر بيكم، وبحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.